أنا سميحة، جيت اليوم أخواتي باش نحكي لكم حكايتي اللي من الواقع المغربي، حتى هي بغيتها تكون عبرة واستفادة. حكايتي مروا بها بزاف النساء وأنا واحدة منهم، هادشي علاش بغيت نشاركها معكم. أنا كنت عند أمي والأب ديالي، كنا جوج خواتات بيناتنا عامين. كنا عايشين واحد الأسرة ما عدناش وما خصناش على قد الحال، ولكن عايشين عيشة مثالية من جهة الأم والأب، دفء حنان مودة. ومنتي كان عندها خو واحد خارج المغرب، كان كيجي من العامين لعامين، ولكن الوقيته اللي كيجي من العامين لعامين خصنا نمشيو عنده ونكونوا عنده ندوزو معاه شهر ديال العطلة، لأن ميمتي كانت واحد الإنسانة اللي محبوبة، وخصوصا عند خالي كانت عزيزة عليه، وكانت واحد المحبة بيناتهم سبحان الله، واحد الأخوة يعلم بها غير الله من جهة الطيبوبة والمحبة اللي بيناتهم. خالي سكن في واحد المدينة في المغرب سياحية صراحة غزالة في الصيف، وهذا الشيء اللي كيخلينا أن نفرح أنا وأختي الوقيته اللي نمشيو عندهم. وساكن في واحد الحي اللي جديد أغلبية الناس اللي في أوروبا كل عامين تنمشيو عنده، ولكن هذاك العام اللي مشيت عنده السقس مخطوبة ومزوجة فيه. شافتني الجارة ديالهم لأن خالي عنده ولده حتى هو في أوروبا، ولدات ليه مرتو واحد البنية، وجاو داروا السبوع عرضوا على العائلة كاملين وعلى الجيران. في هذاك السبوع شافتني واحد المرأة وعجبتها لولدها، بغاتني، واحد المرأة اللي تمناتني لولدها. حتى أنا بيني وبينكم كنت الحمد لله كنت غزالة ومخصني حتى خير وما ناقصني حتى خير الحمد لله، وكنت محبوبة وظريفة ومؤدبة فم بلا عار، كنت النسخة ديال الأم ديالي، وهادشي كامل كانوا راضين عليا والديا. ولدها جاي يخطب وعاد خالي بعد ما عيطنا على الأب ديالي. الصراحة شافني ما ترددش، قال لهم بغيتها. درت الخطبة ديالي ودرت العرس ديالي في هذاك الصيف، وبقيت ساكنة مع العجوزة بعد ما مشيت للمدينة ديالي بطبيعة الحال، ودرت فيها العرس في دارنا. السقس مجاورة مع خالي، الدار اللي ملاصقة مع الدار اللي فيها خالي. عجبني الحال بزاف، قلت الحمد لله نصيبي جا فرمشة عين، ما كنت حاسباه ولا ضامناه. ربي رسل لي واحد الزوج اللي كان على غفلة، زواجه كان بسرعة. مهم بقيت ساكنة مع العجوزة ديالي في الشيخ، ومعايا لوسة وحدة. عجوزتي تعاملت معايا مزيان، داتني بحال بنتها، نعسو بجوج نفيقو بجوج. درتها ميمتي اللي ما ولداتنيش، وهي تتقولي انت راك بنتي اللي ما ولدتاش من كرشي، وانت راك مرت ولدي عزيز عليا. شويه حتى تقلبات عليا، حتى من ولدها لاحظ قال لي اش غادي نقول لك، الام ديالي تدير شي طبايع ماشي عاديين. الام ديالي التصرفات تتبدلوا، وحتى الشيخ ديالي اللي هو الزوج ديالها والاب ديال راجلي. المراه ولات كتعامل بواحد الهستيريا، واحد الغيره، خص ولدها ما يجلسش حدايا، خاص ولدها ما يطولش معايا في البيت، خاص ولدها ما يخرجنيش بزاف، ولا بغى يخرجني خصها تمشي معايا، ولا مشات معايا خصها تركب حداه وانا اللور. ولدها ما خصش نهائيا الوقيته اللي جالسين كاملين ويتحدث معايا انا، لا خص كلامه كامل يكون عند مو. ما عرفتش، قلت لامي انتي، قالت لي هاد الحالات تيكونوا بنتي، شحال من ام تيحسب ليها مرت الولد غديريها الولد، وشحال من ام تتبدل طريقه التصرفات الوقيته اللي ولدها كيتزوج. وهادشي دليل على الغيره اللي كتكون بين الام والولد او المحبه، قالت لي كل وحده كيفاش معاملتها، ولكن تصبر. الصراحه انا ما وصلانيش في شي حاجه ديال شقا الدار ولا شي حاجه ديال خاصك تفيقي بكري ولا لا، بحالي بحال بنتها، ولكن الغيره. مشى العام الاول وجا راجلي من النوع اللي باغي يستقر في المغرب، يعني يكون بغى يعيش في اوروبا كان غيديني، وهذا الشيء قالوا لي قبل الزواج ديالي، لان الام ديالو والاب ديالو واختو كانوا في اوروبا واستقروا في هذيك البلاصه اللي ساكنين حدا خالي اللي انا كنت ساكنه فيها. مشات ليام اخواتي ودازت ليام، فوق ما كيجي راجلي كنلقى المعاناه كثيره من عندها. فوق ما كيجي راجلي، يعني الفاليزه اللي خص يجيب راجلي خصها تدوز عندها في البيت، الديوانه الثانيه خاصها تقلب وتفتش، رغم انها راه ما ناقصه اخواتي حتى خير،
مهلي فيها راجلها ومهلي فيها ولدها ومهلي فيها بنتها وراجلها بمشروع وما خاصهم حتى خير، لان الشيخي عنده مشروع كبير. الشيخي يعني لاباس عليه، ولكن هي ما حامداش الله وبغات تكره فيا العيشه. ما خلات ما دارت بيني وبين ولدها، ولكن ولدها ممسك فيا. اخواتي ولات لقيتها حتى يجلس ولدها اللي هو راجلي ولا تقول لي نوضي الفوق سيري تسخري عمر اتاي. لقيتها اللي نعمر اتاي تقول لي صوبي قهوه، لقيتها اللي نجيب قهوه لا خصنا مسيمنات لا خصنا خبيزات، رغم ان المحلابه حدانا والباتيسري حدانا، ولكن ديما بغات تبعدني على راجلي باش لقيتها اللي نمشي للفراش في العشيه نكون عيانه. راجلي لاحظ هادشي كامل وقال لها امي راك كثرتي على مرتي، امي معاملتك راه ولات واضحه وباينه، امي انت واحد الانسانه متخلقه، محبتك ما ليها مثيل ومحبه مرتي حتى هي ما ليها مثيل، وانت على الراس والعين، انا نرضيك حتى اليوم الدين، وانت ما عجبونيش المعاملات ديالك مع مرتي. ما جاوباتوش، حسات بالدقه، حسات بكلامه بالله راه كاين بصح وجارح ليها، رغم ان كيبان ليا انا عادي. اخواتي هنا مرتاحتش، هنا تقوات اكثر بكلام راجلي، ولات قويه اكثر من الاول، انا ولات لفعه اكثر من الاول، ولات كتظلم عليا النهار، ولات كتطلق فيا السم الحار ديالها، ولات كتخرج فيا نيابها. اش غادي نقول لكم، دوزات عليا اللي ما نتمناه لتا وحده، وهادشي علاش بغيت نتقاسم معكم باش تاخذوا عبره من حكايتي. ولات كتسحر، ولات كتاديني، ولات الدار كتبان ليا كحله، وليت ديما هاربه من المدينه اللي فيها حنا حتى لدارنا، وليت نافره راجلي وما باغاش، كرهت الحياه كرهت الدنيا وما فيها، وليت كنخرج ندور في الدروبه بسبابها هي. ولدها ما عارفش بالله هي، وحتى انا ما عارفاش بالله هي. والغريبه اخواتي حتى هي كتجري معنا، حتى هي كتمشي للفقهاء وكتمشي للسبيطارات معايا وهازه الصاك كانها مصدومه في هادشي اللي واقع ليا. هادشي ما عاق لا راجلي لا انا لا ميمتي اللي كانت حتى هي كتجري معايا، لا الاب ديالي لا خالي. يعني واحد الانسانه بصفه الشيطانه، واحد الانسانه اللي العشره معها حرام والجلوس معها في الدار دمار وعذاب. هادشي ما عرفتوش في الاول، كنت نقول عادي كتغير على ولدها عزيز عليها عندها واحد، ولكن باش تزيد تاديني في صحتي لا. وليت دابله، وليت اللي شاف فيا يترحم عليا ويرأف بيا، صورتي بدلتها ليا، الجمال ديالي دبلاتو ليا، الله ياخذ فيها الحق. صحتي قلات اخواتي، كان كاين الليل والنهار، ولا كل شيء كيجيني ثقيل، كل شيء تيجيني صعيب بسبب التدهوير اللي دارت ليا والسحر الاسود والسحر اللي بجميع الانواع ديالو دارتهم ليا. اداتني في لحمي، اداتني في عيني، اداتني في معدتي، الله ياخذ فيها الحق. ولكن لقيت الراجل الحنين، الراجل الحبيب، الراجل اللي وقف معايا وقفه ديال الصح، ومن هاد المرضى استقر في المغرب. الراجل اللي طلب من كل شيء بعد ويبقى هو حدايا، وليت كنمشي انا وياه في السياره ولينا كنخرجوا. نهار اللي وقعت الصدمه اخواتي، وتنظن هذا الشرك ولا ما عرفتوش، ان مشينا عند واحد الفقيه اللي معروف في المغرب، وبالله قال لنا هذاك الشيء عندكم في الدار واللي دارته فلانه وفلانه وفلانه. راجلي قال لي انت كذاب، قال لي كان يحسب لي انت هي با والشان وبانك شي فقيه، ولكن باش تحط الباطل على امي انت ما مزيانش. راجلي مرضاش وما بغاش وما تقبلش بان الام ديالو هي سبب عذابي وعذابه. قال لي ها ولدي غادي نقول لك بزاف اللي ما تقبلوش هضرتي، وبزاف اللي قلت لي خاص ادوهم وما تيقوش، وبزاف اللي ضربوا معايا الوقيته اللي ذكرت الاسماء. ولكن ولدي هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي بان ليا والعلام الا الله ربي اللي كيعلم، ولكن هذا الشيء انا اللي عندي اللي عطيه لي ربي، راني عرفت بان الام ديالك. والغريبه اخواتي رسلنا لواحد البلاصه، والبلاصه اللي رسلنا ليها هي اللي لقينا فيها، لقيت تحت الماريو، تحت الوساده، تحت صبابطي لاصقين فيهم، تحت الباب اللي كيدخلني البيت، جميع البلايص والاماكن اللي قال لينا الفقيه هما اللي لقيت فيهم السحر. والسحر يعني اسود، مكتوب غير بالاسود. هنا ولدها تسيق، هنا راجلي يعرف اللي كاين، رجع عاد هاد السيد اللي قال لينا هاد الشيء وتبعت معاه. يوم على يوم كنتحسن، يوم على يوم ترجع حالتي، يوم على يوم الامور رجعت كيف حالها. انا خفت وقلت راجلي ما يمكنش نرجع مع امك، من المستحيل رجع للدار. قال لي شوفي هادشي ما تقوليه لتا واحد، لا داركم لا والو، غنهضر بيني وبين امي نقول لها عرفتك اش درتي.
هدر معاها وقال لها امي راك انت اللي اديتي، وهل التسجيل اللي انا سجل الفقيه وسجل الوقيته اللي لقينا الساحر وتصور قالت لي ولدي ظلمتيني الله ياخذ فيها الحق. يعني نكرات، قالت لي انت سجلتي وفيلميتي هادشي اللي كدير فيه انت، ولكن ما عندك تدليل بلا انا اللي درت. قال لهم شكون اللي دخل الدار؟ قالت ليه راه تجي العائله مخلطه، تيجيو عائلتها فاش تيجيو في الصيف تيجيو بنات خالها عائله خالها، وباش عرفتي انا واش هو ربي واش هو كيعلم بالغيب؟ علاش غتيق؟ سكات راجلي. انا عرفت بالله ما عندي زياده معاها، طلبت منه قلت لي شوف هذه غنطلق، امك نكرات وامك تقدر دير فيا شي حاجه اخرى، انا ما بغيتش نبقى معاك. قال لي على وجهي تبقاي وانا غندير المستحيل هاد المره باش ما تاديش، خليها نكرات خليها. ايوا عليك رجعت الايام كيف كانت، ورجعت انا كيف وليت، ورجعت انا كيف كانت، وتفتحت وارتاحيت وصافي. لان تنقول راجلي حاميني من بعد الله عز وجل. جات ليا ودازت ليا. ارى ليا العجوزه السامه اللفعه اللي مرتاحتش، ارى ليا العجوزه اللي وكلتني المرار وادتني في صحتي مازال ما قنعت. شكون اللي جابت ليا للدار، لقات الدار وجلستها ليا صحه، كوني اني ما نقابلهاش، كوني اني ما كنشقاش ليها. انا بعدت عليها الصراحه لاني ما بقيتش نثيق فيها، وحتى راجلي عرفني بعدت عليها وقال لي من حقك تبعدي، ما عندي ما ندير لك. ولكن الوقيته اللي جابت بنت خالتها راجلي ما رفضش، قال لي انت ما كتشقيش على امي، خلي بنت خالتي تشقى عليها. بنت اختها جابتها صراحه زوينه، الراجل اللي شافها يبغيها، طوله والقلده وفورما، الشعر الزين، الفم النيف، كل شيء فيها متول وزوين. جلستها معايا على اساس انها غادي تكون ضرتي، جلستها معايا على اساس بعد راجلي عليا، جلستها معايا في الدار باش دير لي العذاب والمرار، جلستها باش تكرهني في العيشه، وبالصح كرهت العيشه وبالصح كرهتها وما بقيتش باغا لاني كنغير على راجلي. لان الوقيته اللي كنكون جالسه حدا راجلي كتجي حدايا، الوقيته اللي كنغيب انا كنلقاها حداه، الوقيته اللي كيدخل الدوش تمشي تجري تعطيه الفوطه، الوقيته اللي تيبغي يشرب قهوه تطير به، يعني محرشاها ومقرصاها. عقوسي اش دير واش دير واش دير. هنا اخواتي صبرت بزاف، صافي عيطت لامي، مشيت قلت لامي انا غنرجع، قلت للاب قلت لخالي قلت لراجلي صافي هادشي بزاف، يا كري ليا يا نتفارقوا، يا نمشيو لشي بلاصه، يا شري شي شقه ولا شي دار ونسكن فيها انا وياك ونرتاح، يا نتفارقوا خير ليا. والحمد لله حتى لدابا ما حامله ما والو، يعني باقا خفيفه. قال لي اش تقول انا عمرني نتخلى عليك، قال لي عطيني واحد المده نشري واحد الدار ونبعدوا من هنا. عطيته مده على اساس انه بعدوا من الدار. اش غادي نقول لكم، شدني العصا في المعده، كنتسنى في راجلي انه غادي يكري اولا يشري لي دار، كنتسنى ان غنخرجوا من هذيك الدار انا وياه ونولدوا وليدات ونبداو الحياه. ساعه لا ساعه بدات كتجر فيه صباح وعشيه، بدات تدير لي السينته وتترجع في راجل اللي عنده. ولكن اخواتي راجلي واحد الانسان اللي بغاك بركابي، لما كانش فيه الغدر راه ما فيش، بركابي لما كانش فيه الخيانه راه ما فيش. والله الا جاتو شحال من فرصه وشو بعيني وما دارهاش. خليت التليفون وسمعت الكلام اللي كتقول ليه ورفضها، خليت اني تنسمع التسجيل شحال من مره باش نشوف راجلي وتنسمع كلامها، والو يعني داروا المستحيل. عقوسي وهي بخلاو ما داروا. ايوا واش قلت انا؟ تحايد عليا من هاد حضورية الراس، حايدي من هاد الخوف، حايدي من هاد العذاب اللي معذبه به، وقاري ليا تحزمي وقلبي في القنوات على شي وحده اللي عندها مع كيد نسا، ولا شي مرة اللي لالا مولاتي دارتها بها عقوسه وتحزمت ليها، ولا شي قصه اللي واقعيه اللي دارت بها وكانت حاضره الراس وتسحرت وتادات وراجلها بغاها وعقوسه بغات تخرج الدار. غير قلبي غير بوحدي. نجيكم الصراحه اخواتي، دخلت اليوتيوب ودرت قصص، ما نقولش لكم دخلت عند السلطانه او لا فلانه وفلانه، دخلت عند واحد الوحده اللي عرفت منها كيد نسا وكيفاش نحارب العقوسه. هذه استفدت منها، هذه سمعت قصتها، هذه جدارت العقوسه، هذه جدارت اللوسه، وانا نتحزم. قلت شيخي عنده مشروع كبير ياك، قلت شيخي لاباس عليه. اجي انا اختي تتقرا في المدينه اللي فيها انا، اختي عندها صحاباتها في الكليه، تنظر راك عرفتوا المدينه السياحيه اللي فيها الكليه. اختي
تبارك الله صحاباتها وحده كتنسي في وحده، وصحاباتها كنمنع اختي انها الوقيته اللي تجي عندي ما تجيبهمش، لان اختي وتتقرا قلت لكم في الكليه اللي المدينه اللي فيها انا. هنا داروا البلانات في دماغي، هنا كيدنسى بدا يخطط ليا، هنا الخطط الشيطانيه والابليس بدات كتلعب فيا. قلت مالي على هاد الدل ومالي على هاد الحقره ومالي على هاد الاهانه ومالي نبقى حاضره راسي ونتهان ونمرض في صحتي والمعده ومجلسه ليا وحده في الدار. اي مرة ما غتبغيش شي وحده اللي تزيد عليها في الدار، ولكن ما عندي ما ندير لاني ما كنشقاش على عكوزتي. صونيت لختي وقلت اش غادي نقول لك، صاحبتك فلان فلانيه اللي معروفه كطير وتدير بغيتها تمشي لواحد البلاصه اللي خدام، بغيتها تمشي لواحد البلاصه وتقد هذيك البلاصه فيها مشروع اللي داير شيخي، تلعافك دير المستحيل باش الشيخي تنسيه في مرتو اولا دير شي حاجه اللي تحس بها عكوزتي. صراحه الدريه سمعات وبغات، الدريه باغا داك النوع. اختي راه ماشي بحالها، واخا كاريه معاها، اختي راه كانت واحد الانسانه اللي معقوله. غتقول لي اختك علاش شكرتيها، انا عارفاها ولكن كاريه معاها، ولكن كل وحده وتصرفاتها. بيني وبينكم دارت الخطه اللي بغيت، طاحت على الشيباني، تتبروفيتي في الشيباني. واخا هاد الشيء راه ماشي في طبيعي وما نبغي حتى وحده، ولكن عكوزتي اللي خلاتني نديرها. ولات كتجي للدار، ولكن هاد الشيء كامل تجي للدار بعد ما سجلاتو وصوراتو يعني وكاع جميع اللقاءات اللي كانت تتلاقى به عندها في التليفون، ولكن ماشي للتهديد. ولات كتجي عندي عكوزتي تقول لي هادي اش بغات. قلت لها اختي ضروري تجي عندي اختي، قالت لي خليني بعيده. قلت لها ولي جي انت وياها. ايوا ولاو يجيو من الصباح عندي حتى العشيه، ولا كيف بالضحك، ولا شيخي ما ينوضش حداها، شيخي خطير داير علاقه معها. عكوزتي تمرضات وتعصبات، ولا تقول لي اختك ما تجيش. قلت لها حتى بنت اختك ما تبقاش. تقول لي صاحبه اختك ما تبقاش تجي عندنا، تنقول لها حتى بنت اختك ما تجيش عندي. قلت لها كي حسيتي بها عكوزتي، كي حسيتي بوحده كتبغي واحد وانتي مجلسه وحده كي القمر قدامها، كيف كتحسي بانك الوقيته اللي كنوقف انا كتجلس هي حدا راجلي، كيفاش تقول لي الكلام وانتي اللي تقولي ليش تقول لولدك انا اش درت فيك، علاش كرهتيني في الحياه، انا ذنبي اني شفت ولدك وبغيتو، وانتي اللي خطبتيني وانتي اللي شتيني زوينه وانتي اللي عشقتيني وانتي اللي قلتي لي انتي المواصفات اللي فيك ديال ولدي، اش وقع ليك، علاش مرضتيني؟ قالت لي مازال. قلت لها مرضتيني لا وانتي اللي سحرتي لي ودرتي لي يعني طردك على هذاك النار. قلت لها دابا ما عندي ما ندير لك. قلت لها شنو؟ قلت لها ما عندي ما ندير لك، تخرجي بنت اختك نخرجها هي. ايوا هنا وقعت الكارثه. هنا قلت لصاحبتي ساعتك سالات، بعد ما خرجات بنت اختها بلا ما تشعر خافت على راجلها. ولكن هنا وقعت الكارثه اخواتي ديال الصح، هو ان شيخي ولا يبغيها، وبان هي طمعات وبغات هي تزوج وسمحات في القرايه اللي كانت كتقرا عليها. وشيخي قال لهم هي اللي منفرقها، هي اللي بغيت، هي اللي نطيح ونوض عجبتني، بقيت باغا لا مرتي لا والو. انا بغيت ندير هكا غير باش نحيدها. الساعه ولات معنا في الدار، تزوج بها شيخي وسكنت معنا في الدار. العجوزه مرضات، العجوزه تعصبات، العجوزه شدات الفراش، ولات صاحبه اختي طايره وتنزل في الدار بحال شي فراشه، ولات تخدم معاه في المشروع. هنا راجلي ما بغاش هاد الشيء، هنا قال لي هاد الشيء اللي وقع غريب. راجلي اللي كان اخواتي كيبغيني، وراجلي اللي كنت عزيزه عليه، وراجلي اللي ضحى بسبابي وضحى بحياته بخدمته بمو اللي تيقول لي معليش ندير رضا الوالدين وخا سحرات لك، وخا عرفني بان انا هي المخطط، عرفني بان هي اللي كنت السبب، ما رحمنيش. وصلت معاه للطلاق. راجلي واحد الانسان اللي معقول، قال لي امي غلطات وحاسبتها، امي دارت وصارحتها وقلت لك ما تقوليهاش الناس كاملين، ولكن باش تديري هاد الخطه باش تدمري امي راه تتبقى امي. اخواتي عانيت معاه، وصلت معاه حتى الطلاق. واللي رجعني اخواتي وجمع الشمل اللي بيني وبين راجلي هو اني لقيت راسي حامله من راجلي في 3 شهور. هنا راجلي تحط بين امرين، راجلي كان صار معايا في طلاقه وكان صافي، يعني قال لي هنا تنعرفك انا بالله مزيانه وصبرتي ودرتي على وجهي ودرت على وجهك وبزاف الحوايج، ولكن باش تنتقمي وتجيبي وحده لبا وبيت عن امي وامي تمرض في صحتها ما يمكنش، واخا غلطت في حقك وفي حقي تتبقى الام. هادشي اللي قال لي. اخواتي صافي يعني وصلت الطلاق ديال الصح، حتى جات الام ديالو وجابته وجابت شيخي وجات.
قالت لي شوفي يا بنت الناس، قالت لي انا اللي ظلمتك، انا اللي شعلت فيك نار الانتقام، انا اللي عذبتك، انا اللي دوزت عليك العذاب وسحرت ليك واذيتك وخليتك تتجري انت وولدي ودوزت عليكم ايام كحله وبزاف ما تشافيتي، ونكرت السحر ديالي لك، ولكن بصح سحرت لك وما خليت ما درت لك. هادشي كامل هو اني شدتني واحد الغيره وشدتني ما فهمتش نقول هذه غدي ليا ولدي، هذه دخلت لداري، ولدي اللي ما بحالو حد، ولدي اللي ولدته وكبرته جاداته، ما عرفتش اش وقع ليا، شدتني غيره وحسد ومرض وما عرفتش. انتي درتي هادشي بسبب انتقام في هذاك الشيء اللي درت لك بنتي، انتي كنتي مزيانه ومعقوله انا اللي ما مصدقتش مزيانه، وهادشي اللي درتي ليا انت ساهل. ولدها بقى يشوف الام ديالو قالت لي الا كنت عزيزه عليك وبغيتي تطلق مرتك حيت غلطات، وبغيتي تطلق مرتك لانها انتقمت من هذاك الشيء اللي درت، رجعها وخلي هادشي اللي فكرتها وبدا معاها الحياه جديده، وهادشي اللي وقع لي نتساهل. الصراحه ما رفضتش، رجعت معاه، ولكن رجعت لدار اخرى. اما عقوزتي بقات معاه اللي تزوجت براجلها، الشيخ حتى هو ما ساهلش وحملات منه، ولكن حاجه وحده، رجعوا بحال خواتات، واخا عقوزتي كبر منها، رجعت هذيك اللي كانت قبيحه ودخلت هذيك الدخله وحرشتها على شيخي باش دي وتكون عدوة، وضرت عقوزتي صدقات مزيانه وتابت ولات عارفه بينها وبين الله، ولات هي اللي كتشقى على عقوزتي، ولات هي اللي كتوصل الحاجه البعيده لعقوزتي، تفهم واحد المفاهمه سبحان الله. ولكن عقوزتي تقول لي انا اللي غلطت، كل ما غلطت ما غتجيش بيناتهم، رجعت واحد المحبه. راجلي فاش تيمشي تيقول لي راهم مزيانات، شيخي توفى الله يرحمه، اما انا سكنت مع راجلي ولدت وليد وزدت بنيه، ونحمد ربي ونشكره. صاحبه اختي حتى هي ولدات وبقات عايشه في هذيك الدار، عقوزتي توفات. هادشي اللي بغيت نقول لكم اخواتي، هنا حكايتي كملات. هادشي علاش حكيت حكايتي في السلطانه، بغيتها تكون عبره واستفاده لكل عجوزه كتجرأ على مرت ولدها غير بسبب الغيره والحسد. كل عجوزه تتزوج ولدها وكتندم، ولكن باش تأديها وباش تطيح صحتها ودير لها السحر الاسود وتخليها تجري وتأدي ولدها شي حاجه اللي صعيبه. اخواتي راه كيف ما اداتني راه تأدى ولدها، لان ولدها كان يبغيني، ولدها كان يبكي ليا النهار والليل، ما بغاش يتخلى عليا، ولكن هي اللي صدقات غلطه. ولكن حاجه وحده، الانتقام بعض المرات راه تيكون مضر للانسان. انا راجلي كان مدير لي واحد النظره اللي كبيره، واحد النظره اللي الصراحه وقف معايا بسبب السلوك الزوين ديالي والطيبه، ما كانش عارفني باني واحد الانسان اللي نقدر ننتقم، وقلبت على كيد وقلبت على الشر باش ننتقم منين؟ من مو اللي كتبغيه بسبب الغيره والحسد، اداتني ما تقبلهاش. ولكن الحمد لله على كل حال، ما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. هذا الشيء علاش تقاسمت معكم حكايتي. شكرا على الاستماع وشكرا على المتابعه، وفتحتي لي القلب ديالك والكتاب ديالك والقناه ديالك باش ننشر حتى انا قصتي من القصص اللي تقريبا كانوا في قناه ديالك. حبك في الله اخواتي. هنا كملت قصتنا. الصراحه ماشي هي ولا الثانيه اللي وقع عليها هادشي، وماشي هي الاولى ولا الثانيه اللي تنتقم، غير الانتقام ديالها سبب لها المشاكل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. تحمد ربي وتشكره، تقاسمت معنا قصتها للعبره والاستفاده. اما انا اختكم ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك والتعليق الزوينه اللي كتفرحني يوم بعد يوم. احبكم في الله ومع السلامه.